السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من شرح كتاب ماي سيستم لكاتبه إيرين نمزوفيتش. في البداية لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق والمرسلين. هنكمل النهاردة بإذن الله الشرح بعد ما خلصنا المثال الأخير اللي كان في الحلقة اللي فاتت. طيب هنا نمزوفيتش بيقول لك إيه؟ To be ahead in development is the ideal to be aimed at. معنى الكلام ده إنه عايز يقولك إنك أنت تبقى متقدم على خصمك أحسن ما تكون بتحاول إنك تتقدم. لما تبقى في موقف هجومي أحسن ما تبقى في موقف دفاعي، أو حتى في موقف أنت بتحاول فيه إنك تتعادل مع الخصم اللي أنت بتلعبه. بيديلك مثال فبيقولك If I were running a race with someone، لو أنا في سباق مع شخص ما، it would be to say the least in a portion where I to throw away valuable time. إن أنا هحاول إن أنا أضيع له وقت قيم من وقته. If however I can induce my opponent to waste time by a similar action, I would then get an advantage in development over him. بيقولك إن أنا لو قدرت إن أنا أضيع له وقته خلال السباق ده، أوكي، أنا كده هقدر إن أنا أتفوق عليه أو أخد advantage عليه. كذلك نفس الشيء هو بيحاول يعمله في الشطرنج. فبيقول لك the repeated moving back and forth of the same piece would be described as an action of this kind. بيقول لك ان خصمك لما يقعد يحرك قطعة واحدة back and forth للأمام وللخلف، اوكي، أثناء الافتتاح، هو هنا بيكلمك عن الافتتاح، اوكي، ده بالنسبة له مضيعة للوقت. بالنسبة لمين؟ بالنسبة لخصمك. Accordingly، وبالتالي أو بناء على، we force our opponent to lose time if we make a developing move which at the same time attacks two pieces which has already moved. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك إحنا لما بنجبر الخصم إن هو يضيع وقت عن طريق إن إحنا نهاجم، فبيقول لك if we make a developing move which at the same time attacks two pieces. لو احنا نقدر ان احنا نهاجم او نحرك قطعة واحدة في نفس الوقت هي بتهاجم قطعتين which has already moved، اللي هي بالتالي كانت اتحركت عند الخصم، اوكي، احنا كده بنجبره ان هو يحرك نفس القطعة مرة تانية. هو طبعا هيدينا مثال دلوقتي هيشرح لنا منه كل الكلام ده. This very typical situation arises after. تعالوا بقى نشوف المثال اللي بيديهولنا نمزوفيتش لما اللاعب اللي قدامك بيحرك قطعة أو اتنين، بعدين أنت تجبره إن يحرك نفس القطعة تاني فيخسر وقت. ده اللي هو عايز يشرحه لك. عارفين الدفاع الإسكندنافي بتاع الأسود؟ هو ده بيدينا عليه مثال نمزوفيتش. ده مش معناه إن الدفاع الإسكندنافي أو الإسكندنافيان ديفنس وحش، هو عايز يشرح لك حاجة معينة افهمها. فبيقول لك E4 رد عليه الاسود D5، ده اسمه الدفاع الاسكندنافي من الاسود. EX D5 كلت العسكري. كوين X D5 الكوين اكلت البيدق او اكلت العسكري. طيب فين الحاجه اللي عايز يوصلها لنا نمزوفيتش في النقله الجايه تحديدا؟ بص سوري، NC3 النايت على C3. ايه الفكره في النايت على C3؟ الفكره هنا ان انا حركت الحصان بتاعي. رقم واحد، انا انتشرت بالحصان بتاعي، حركته من المكان اللي هو بقى او مكانه الطبيعي في بدايه الماتش وحطيته ايه، قربته من السنتر بتاع الرقعه. بس في حاجه تانية عملتها مهمه جدا 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 في النقله دي، ان انا بالحركه دي كسبت حاجه اسمها تيمبو في الشطرنج. يعني ايه تيمبو؟ يعني بعد ما طلعت بالحصان انا طالب الوزير. انا مش بس مجرد منتشر بالحصان، انا منتشر وطالب الوزير. طب ايه هي النقله المنطقيه اللي هيلعبها الاسود في الوقت ده؟ هل مثلا هيلعب هل مثلا هيلعب العسكري ده هنا فيحمي الوزير؟ يا سلام، طب ما انا هاخد الوزير. مش منطقيه. طب هل مثلا هينتشر بالحصان التاني؟ طب ما انا هاكل الوزير، هياكل، انا كسبت وزير مقابل حصان، شكرا يا باشا، يا سلام، انا كسبت الماتش اصلا، واخد بالك؟ فبالتالي النقله المنطقيه هنا عند الاسود ان هو ايه، لازم يحرك، خلونا نرجع، يحرك الوزير بتاعه. طب هيحركه هيوديه فين؟
طبعا انت لو دارس الافتتاح الاسكندنافي يا اما بيجي بيه هنا يا اما بيرجع بيه مكانه. في الحالتين نيمزوفيتش وصل لك ايه؟ ان انت اجبرت خصمك انه يحرك القطعه دي مرتين، وده بيتناقض الكلام اللي قاله لك نيمزوفيتش اللي قلناه في اول حلقه، ان انت خليك ديمقراطي مع القطع بتاعتك في بدايه الماتش، ادي كل قطعه حقها عشان تلعب. هنا انت كسبت وقت على خصمك بانك انت اضطريته انه يحرك القطعه دي مرتين. انت دلوقتي مثلا انا لما بكون بلعب واحد يلعب لي اسكندنافيان، بعد ما بلعب الحصان هنا سواء رجع بيه هنا او جيب الوزير هنا، انا بلعب دي انا كمحمد يحيى. اوكي، فهنا انا انتشرت بالايه؟ بالحصان. انا كده معايا الحصانين انتشروا، وبقى ايا كان اللي هيلعب ايه، انا كده في الوضع ده شايف ان انا انتشاري افضل منه. نكمل هنا. ايرين نيمزوفيتش بيقول لك ايه بقى؟ The compound maneuver which we have just outlined is one of the greatest value to the student. بيقول لك انه المانوفر او المناوره اللي فاتت اللي احنا لسه شارحينها من شويه is one of the greatest value to the student. من اكثر الاشياء القيمه للطلاب. هو المدرس واحنا ايه؟ الطلبه بتوعه. And we proceed to give a few more examples. واحنا دلوقتي هندي ايه؟ more examples، امثله جديده على ايه؟ على الفكره اللي بيحاول يشرحها لنا. بيبتدي الماتش ب D4 بيترد عليه D5، بعدين بتلعب C4 الكوينز جامبت، بيرد عليك الاسود بالN F6، بعدين انت بتاكل مثلا العسكري ده CX D5 and now two variations follow. هنا في تفريعين اتنين مختلفين عن بعض. طيب التفريع الاول هو الكوين تاكل في الدي 5 كوين اكس دي 5 then نايت سي 3. الحصان هنا جاي طالب اوتوماتيكلي الايه؟ الوزير. هنا انت كسبت تيمبو على الخصم. ده اللي عايز اوصله لك نيمزوفيتش، انك انت انتشرت بالحصان بتاعك في نفس الوقت طالب الوزير، فهو دلوقتي مضطر ان هو يحرك الوزير، ما عندوش اي نقله تانية اصلا منطقيه، فبالتالي اتحرك مرتين بالوزير. طيب ده كان التفريع الاولاني. طيب ايه التفريع الثاني؟ انه then النايت هو اللي ياكل في الدي 5. هنا انت تلعب ايه؟ دي 4 طالب الحصان ده so that in either case في كلتا الحالتين سواء هو أكل بالكوين أو أكل بالحصان white with his fourth move الأبيض في نقلته رقم 4 will have made a developing move of full value إن هو بينتشر بقيمة عالية which black will be forced to answer by wondering about. إنه هنا الأسود مضطر إن هو يرد بالتجول بالقطع بتاعته. يعني مثلا لو احنا كنا افترضنا ان هو ايه؟ اكل بالكوين، بعدين انت لعبت النايت هنا، هو مضطر ان هو ايه؟ يتحرك بالوزير. اي بقى في اي مكان، افترض ان هو يرجع مكانه كده، هو حرك الوزير مرتين وانت تقدر تنتشر افضل منه. او في الحالة التانية حتى لو هو كان، نرجع ثانية، اكل بالحصان، بتطلب الحصان بتاعه، هو مضطر ان هو يحرك الحصان تاني، هيجيبه في اي حته. ده لو جابه هنا انت هتطلبه اصلا كمان مره. انت وضعك افضل ليه؟ لان انت بتضيع له وقته وبتطلب القطع كذا مره، فبيضطر ان هو يحرك القطعه مره تانية وثالثه ورابعه. ده اللي عايز يوصله لك نيمزوفيتش.